السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي واصحابي واصحاب مبادرة تعالى دمياط في كل مكان وفي كل المحافظات وعلى كل المنصات الإعلامية، يوتيوب وفيسبوك وانستجرام وتيك توك. برحب بيكم. انا النهارده رجعت لكم تاني من قلعة من قلاع الصناعة في دمياط، مؤسسة الحاج عادل الدنون وابنائه، الناس اللي بشكرهم. المعرض رقم 81 معايا الداعمين لينا وبقوة فتحوا لنا معرضهم يا جماعه، قال لك الموديل اللي عجبك صوره، مفيش شغل مقفول عليه. كمان هينضم ليا في اخر الفيديو مدير مبيعات المكان الاستاذ محمد راغب في مفاجاه كبيره، وهيقول لكم كمان الخصومات بنفسه المره دي كاكراما ليه عندنا في المبادره. غرفه النوم وغرفه السفره حاجه روعه جدا. لو جينا نبص على الصالون اللي احنا اخترناه لكم النهارده هنلاقي حاجه ترند 2023، الذوق الفرنساوي السايح الاصلي القديم بتاع زمان بينضم ليه، وحاجه غريبه قوي الدق الناعم بتاع الشغل الالترا مودرن بتاع 2023. معادله صعبه يا جماعه ان انت توفق ما بين حاجه ذوق كلاسيكي قديم مع الذوق الالترا مودرن الجديد ويطلع في منتج واحد. الصالون ده راقي قوي، كنبه كبيره 3 مقعد، كنبه صغيره 2 مقعد، 2 ترابيزه مش 1 ترابيزه، والاثنين فوتيه تحفه دول. وسعر الموديل ده 33,000 جنيه قبل الخصم، قبل الخصم، عشان احنا هنعرف الخصم بتاعنا اللي بتاع مبادره تعالى دمياط من الاستاذ محمد راغب لما ينضم لينا. لو جينا نبص على غرفه النوم المودرن دي هنلاقي حاجه تري شيك، تري شيك، حاجه 2023. انا عبده الزيات او عبده اسامه الزيات، اقسم بالله اول مره اشوفها او اول مره اتفرج عليها، وانا بفتش فيها كده وبنقيها لقيت فيها شويه اوبشنات العروسه بتحبها، الادراج السحريه اللي بتنفع في الاستخدامات، صف ادراج محترم. لو جينا نعمل تيست كده على قلب الدولاب او مكوناته هنلاقي حاجه راقيه قوي. الدريسنج طبعا الاخشاب حاجه يا جماعه طبعا فوق الوهم، يعني احنا بنحكي في مستوى تليق بعملائنا وبضيوفنا الاعزاء اللي بيشرفونا في دمياط باستمرار. طبعا انت هتنضم لينا وتدعمنا، وما تنسوش ان عندنا عروض مستمره بنحاول نكون وجه دمياط المشرفه دايما معاكم ومع اصحابنا اصحاب مبادره تعالى دمياط. كمان نقيت لكم الموديل ده، الموديل الاولاني يا جماعه انا قلت لكم سعره فوق ال 40,000 قبل الخصم بتاعنا وقبل خصم اصحاب مبادره تعالى دمياط. كمان الموديل البني الجميل القشره الافريقي ده هنزله معايا عرض، هو سعره 44,000 جنيه، لكن احنا برضو الحاج عادل وعدنا والاستاذ محمد راغب بيجهزوا لنا خصم كبير قوي، حاجه راقيه جدا، حاجه بادراج، حاجه مستوى تنجيد. الناس دي يا جماعه مش سايبه حاجه للصدفه، خلوا بالهم من شغلهم، وعشان كده بقوا ليهم اسم مسمع في البلد. طبعا حاجه يا جماعه يعني على ميزان الذهب زي ما بيقولوا. اتفرجوا يا جماعه على الذوق دمياط وجمال دمياط وادب دمياط وناس دمياط. دمياط بلد جميله يا جماعه، قلعه من قلاع الصناعه في جمهوريه مصر العربيه. اي حد يقول لك على دمياط حاجه ما تصدقوش. دمياط بلد جميله، دمياط بلد الصناعه، دمياط بلد الاساس. دايما معاكم وبنحاول نكون وجه دمياط